خالد جلال المدرب الخلوق يخرج عن شعوره بسبب حكم المباراة الذي ألغى هدفين للإسماعيلي في الشوط الأول. الهدف الأول بسبب التسلل على عبد الكريم مصطفى، والذي أحرز الهدف أنور صقر، والهدف الثاني أحرزه أنور صقر أيضا بتمريرة من النجم الجناح عبد الكريم مصطفى، وحولها هدف أنور عبد السلام، ولكن الحكم ألغى الهدف أيضا بداعي فاول من عبد الكريم مصطفى، مما أثار خالد جلال الذي لم يخرج عن شعوره وهو لاعب وهو مدرب بسبب سوء التحكم وإلغاء الهدف صحيح للإسماعيلي في الشوط الأول، رغم أن حكم الفار احتسبها هدف واستدعى الحكم، ولكن الحكم أصر على قراره. وخطف كهرباء الإسماعيلية نقطة التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 89، حيث حسم التعادل الإيجابي مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد هيئة قناة السويس في الجولة ال25 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. افتتح الإسماعيلي التهديف في الدقيقة 55 بركلة حرة مباشرة للإسماعيلي في وسط ملعب كهرباء الإسماعيلية، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، تمكن عبد الكريم مصطفى من وضعها داخل الشباك، وأدرك كهرباء الإسماعيلية هدف التعادل في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بعرضية من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها عمر السعيد برأسية متقنة سكنت شباك الإسماعيلي، وبهذه النتيجة يقفز كهرباء الإسماعيلية إلى المركز ال11 برصيد 20 نقطة، وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة ال14 في المركز الأخير من المجموعة الثانية، ويزداد موقف الإسماعيلي صعوبة. وفي الدقيقة 25 قرر حكم المباراة العودة لتقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي وجود تسلل على عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي صانع الهدف، وألغى هدف لصالح الإسماعيلي آخر نتيجة وجود خطأ عكسي ضد عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 45 و5 دقايق، وحصل عبد الكريم مصطفى على رجل المباراة خلال هذا اللقاء.